قرر مجلس الحكومة المنعقد مساء أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي. وأكد المجلس الحكومي أنه تم التمديد من 31 دجنبر الجاري إلى 31 يناير المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 820 القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ويهدف هذا المشروع إلى تمديد مدة وفترة حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.